عام القروش البيضاء، فهي تتضمن أغلب الكائنات البحرية في محيطها، ومنها الأسماك والحيتان والفقمات وحتى القروش الأخرى. وتختلف آليات الصيد التي يستخدمها القرش الأبيض وفقا لنوع الفريسة، فقد يقفز من الماء بسرعة كبيرة لصيد الفقمات السريعة، بينما ينقض على بعض الفرائس الأخرى ويشل حركتها عن طريق توجيه عضة قاتلة إلى زعانفها الخلفية. هذا الوحش المرعب من أنجح الكائنات، ويعيش في المحيطات منذ زمن طويل، ورغم هذا فقد تم إدراجه مؤخرا في قائمة الكائنات المهددة بالانقراض. هذه القروش البيضاء وغيرها من أنواع القروش الأخرى تتعرض للإبادة بسبب البشر، ورغم إصدار العديد من الدول قوانين صارمة لحظر صيد هذه القروش أو الاتجار بها، إلا أن